السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونبدأ الفيديو بتاعنا. اللي انتوا طلبتوه مني. احنا طبعا عملنا مقادير 4 لتر زيت قبل كده من الصابون المستعمل. النهاردة هنعمل لتر واحد بس، هنعمله باللتر بمقادير اللتر وهنعمله بمقادير الكوباية معاكم. هقول لكم كل التفاصيل وكل الحاجات اللي انتوا كنتوا عايزينها وكل الاسئله اللي انتوا سالتوها لي في الفيديو التاني ان شاء الله هقولها لكم كلها هنا، وباذن الله الفيديو هيعجبكم، بس واحده واحده وبراحتنا كده علشان خاطر الفيديو عايز حاجات بسيطه بالراحه كده علشان يجي معاكي مظبوط ويجي النتيجه اللي انت شايفاها دلوقتي. بسم الله ما شاء الله، انا لسه مقطعاه دلوقتي يعني ملحقش ينشف، كمان لما ياخد له اسبوع كده وينشف ولا يومين 3 هيزيدوا حلاوه ويزيدوا رغوه اكتر ونعومه اكتر. تمام حبايبي، هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وندخل على الفيديو. معانا المقادير بتاعتنا حبايب قلبي. لتر زيت، اللتر الزيت ده انتوا لما قلتوا لي لما عملت الكميه الكبيره حاولت ان انا اجمع دول لغايه ما جمعتهم وبدات عملت لكم الفيديو ده. انا حطيتهم في الازازه دي عشان تتاكدي ان هم لتر مش كتير ولا قليل، وهعيرهولك كمان بالكوبايه دلوقتي، المج العادي اللي بنشرب بيه الشاي العادي. كده هبدا اصفي الزيت بتاعي، لان لو ما صفتيش الزيت بتاعك اول حاجه في الصابون نفسه، لو ما صفتيش الزيت هيجي فيه تجاعدات وحاجات كده في قلب الصابونه وما هيبقاش كويس. مهما تعملي بقى بيه خلاص على كده ما هيبقاش نظيف وما هيبقاش كويس، وهيبقى فيه حاجات في قلب الصابونه من جوه كده اللي هي الشوائب او الزوايد اللي موجوده معانا في الزيت، طبعا اللي هي بتاع الباذنجان والحاجات اللي احنا بنقلي بيها دي او الفلفل او الكلام ده. انا كده معايا الطبق ما فيهوش اي حاجه خالص. وكمان هبدا بقى الاول خالص ابدا احط الليمون بتاعي. انا غاليه الليمون بتاعي ده قبلها بيوم، مش شرط حبيبتي انك انت تغلي الليمون قبليه بيوم، اغليه قبليه ب5 دقايق او ب10 دقايق بحيث ان هو يهدى معاكي ويبرد. دول 10 ليمونات كان عندي في الفريزر، ما كانش عندي ليمون اخضر، جبتهم من الفريزر شققتهم بس وحطيتهم في كوبايتين ميه وحطيتهم غلوا على البوتاجاز وطفيت عليهم وسبتهم لما هدوا. تمام كده هبدا اصفيهم، مش هنزل اي حاجه خالص منهم غير الميه بس. انا عايزه الميه ليش؟ علشان اشغل فيها البطاص بتاعي اللي هو الصودا الكاويه، علشان الناس سالتني يعني ايه بطاص يا ام يوسف، ناس من المغرب مش عارفه يعني ايه بطاص. هو الصودا الكاويه، روحي اي محل اسالي على الصودا الكاويه وهاتي منها. كده حبايبي معايا كوبايتين ليمون مغلي اللي هم الميه بتاعتهم المتصفيه، وهحط عليهم كوبايه واحده من الصودا الكاويه. تمام كده، علشان دي مقادير ال4 كوبايات زيت او اللتر زيت. اللتر زيت عمل معانا 4 كوبايات من المج اللي انتوا شايفينه قدامي ده. حطيت مج واحد صودا كاويه ومجين الميه اللي انا غاليه فيها الليمون، وهحط ال4 مجات الزيت. كده خلاص بدات حطيت مج الصودا الكاويه، هحطه في الميه الاول اشغله علشان خاطر ما ينفعش احطه على الزيت على طول. كده هبدا، وطبعا اللي بتقلبي بيه بتقلبي بحاجه خشب، واللي بتستخدميها في الحاجات كلها بلاستيك، تستخدميش حاجه غير البلاستيك اللي انت بتقلبي فيه. شايفه الطبق سخن قوي، وبعدين فيه روايح طالعه منه، لو واخدين بالكم الروايح اللي طالعه دي حمو جامد من الصودا الكاويه، لان هو اصلا بيبقى سخن قوي والطبق سخن خالص، فما ينفعش تشتغلي في حاجه ستانلس ولا حاجه المونيا، لو واخده بالك من البخار اللي طالع منه في الفيديو. طبعا انت في الوقت ده لو في حساسيه للجلد او حساسيه على صدرك او حاجه من الحاجات دي البسي حاجه، علشان خاطر انا بقولك ان هو طالع منه بخار شديد قوي. انا طبعا اشتغلت بيه بالليل بعد الولاد ما ناموا، كنت بروق في المطبخ واشتغلت بيه وانا بروق في المطبخ، يعني ادعك شويه واشتغل شويه لان هو اصلا بيحتاج تقليب بزياده. بصي عايزه تختصري الموضوع، بعد ما تحطي كل الحاجات اللي انت هتحطيها المقادير اللي احنا هنقول عليها دلوقتي ويهدى كده مع نفسه، عايزه تحطيه في الخلاط على مرتين بس. طبعا شفشق الخلاط مش هتستخدميه تاني الاكل ولا الشرب، لو عندك شفشق قديم استخدميه فيه. لو انت مثلا عندك وجع في دراعتك او وجع في ظهرك مش هتقدر التقليب ده كله، اشتغلي في الخلاط. كده حطيت 4 مجات الزيت بتوعي اللي هم اللتر اللي انا عايرته قدامكم وصفيته كويس قوي. لازم تصفيه كويس او بمصفى ضيقه علشان ما ينزلش معاكي اي شوائب، الصابونه بتاعتك تفضل ناعمه وجميله وما فيهاش اي زوايد ولا اي حاجه ما هياش كويسه. كده معايا ليمون اخضر، هعصر ليمونتين لان هم ما شاء الله الليمونتين كبار وفيهم ميه بزياده، يعني فيهم ليمون بزياده. كل نص ليمونه هعمله على كوبايه من الزيت، يعني كل كوبايه من الزيت اللي انا حطيتها هتاخد نص ليمونه، عباره عن معلقه او معلقتين زي ما تيجي، مش هتفرق، لان اصلا الليمون ان ما زودوش ريحه حلوه ونعومه ما هيضروش.
كده انا عصرتهم، بس اهم حاجه ما يكونش فيهم بذر او اي حاجه خالص في الليمون اللي انت هتصفيه، اللي انت هتعصريه عليهم. اي حاجه وقعت مني غصب عني طلعتها وروقت الدنيا وبدات اشتغلت تاني، دوبت تاني. معايا بقى علبه جليسرين. انا مش هحط علبه الجليسرين كلها، المعلقه اللي انا شغاله بيها دي هحط بيها الجليسرين بتاعي. هنا بقى يا حبايبي كل ما بحط حاجه من المقادير بتاعتنا بقلب شويه، يعني كل ما بحط حاجه من الكميات اللي عندي بقلب شويه في نفس الطبق اللي انا بعمل فيه. عندي خل بقى، الخل ده خل خام، هحط منه معلقتين بس. لو عندك خل من العادي حطي 4 معالق، لكل مج معلقه. تمام كده، لكل مج من الزيت معلقه من الخل. انا طبعا الخل عندي خام، حطيت معلقتين بس، بمقدار كل معلقه منها هي خام بتوازي معلقتين من الخل العادي. الخل ده بقى بيحوش الوجع بتاع الصودا الكاويه. تمام كده، بيخلي ما يوجعش ايديك وانت شغاله بيه. عندي بقى هنا جليسرين، هحط 4 معالق لكل مج زيت، هحط له معلقه جليسرين. الجليسرين ايه حلاوته؟ بينعم الايدين، مش بيخليها تبقى حرشه كده بعد ما بتدعك بيه. وهحط كمان معلقه ملح ابيض، وهبدا ادوب تاني. كل ما بحط حاجه ببدا ادوب شويه. طبعا هياخد معاكي وقت في التقليب علشان خاطر يروح لبعضيه كويس قبل ما يجي لمرحله التصبين، لان هو ما وصلش لمرحله التصبين وصبطيه في الحاجه اللي انت هتحطيها فيها او الحاجه اللي انت هتكونيه فيها الاخر، مش هيصبن معاكي خالص. لازم يصبن قبل ما تصبيه في الحاجه اللي انت هتحطيه فيها. عندي بقى طبعا كيس الاوكسي ده، وعندي كيس بريل، وعندي كيس فيري، كل واحد منهم ده 80 جرام. والكيس اللي جاي عليكم البرسيل، طبعا البرسيل 70 جرام. وعندي كمان وده ب2 جنيه، والتاني كمان ب2 جنيه، ده 70 جرام. الكيس الاولاني حطيته 80 جرام علشان الناس اللي كانت بتسألني. اللي انا بحطهم دول، لو انت ما عندكيش دول وعندك بريل من الحلو اللي هو اللي بأزايز النظيف، حطي منه مج قد مج الزيت اللي احنا حطيناه. اختصار للثلاث اكياس اللي انا جايباهم دول، لان انا ما كانش عندي بريل متوفر، جبت دول علشان يخلوا ليه ريحه كويس ونعومه ورغوه في نفس الوقت. انت طبعا بديل للثلاث اكياس اللي انا جايباهم دول. تمام كده، هما دول ب5 جنيه. انت هتحطي مج بريل برضو هيوازي ال5 جنيه. تمام كده، بس دول بقى بجد حلوين، وبيخلي الايد ناعمه وجميله قوي، ويخلي الرغوه زياده في الصابون. كده كل ما بنزل بحاجه زي ما بقول لكم ببدا ادوب كويس، تقلب كويس قوي، لان هو يحتاج منك شويه تقليب. طبعا انا كنت بقلب واروح ادعك شويه مواعين او ادعك بوتاجاز او رخام او الحاجات دي كلها، ما كنتش واقفه له هو مخصوص. انت عندك ظروف في ايديكي او في ظهرك زي ما قلت لك، عشان في ناس بيبقى عندها غضروف او ناس عندها التهابات في العظم، اشتغلي بيه في الخلاط، بس بعد ما تحطي كل المقادير اللي احنا هنحطها دي. احنا كده خلاص بدأنا بقى نقلب فيه التقليب اللي هو الاخير. ليش؟ علشان خاطر هياخد مني فترة في التقليب. قلبتي ورا بعضيه، يعني اشتغلتي على طول تقليب، هيتعبك شوية بس هياخد معاكي حوالي نص ساعة تقليب. لو اشتغلتي تقليب ترتاحي شوية وتشتغلي شوية هياخد معاكي حوالي ساعة، بس مش هتتعبي قوي زي ما اشتغلتي ورا بعضيه. لو انت عندك ظروف زي ما قلت اشتغلي فيه في الخلاط. اما حاجه الخلاط ده مش هتستعمليه تاني الاكل ولا اي حاجه، يعني لو عندك شفشق خلاط قديم اشتغلي فيه، حطيهم على مرتين في الخلاط ولفي كل مره 3-4 لفات كده في الخلاط، ما شاء الله هيصبن معاكي على طول وهيشتغل معاكي باسرع وقت، وهتبقى الصابونه بتاعته بيضه عن كده. هنا بقى أنا لو تاخدي بالك انا كل شويه بروح وبرجع تاني اشتغل فيه، بروح وبرجع تاني اشتغل فيه. هتفضلي تقلبي فيه كويس قوي، ما تسيبهوش خالص في حكايه التقليب علشان يجي معاكي مظبوط. معلقتين الخل اللي حطيناهم بيودوا ريحه الصودا الكاويه، حتى لما بتيجي تدعكي بيهم عمرهم ما بيوجعوا ايديكي. اللي كانت قايله لي في الفيديو اللي فات ام يوسف، واحده عملتهولي بس ليه ريحه وحشه قوي. ليه ريحه وحشه قوي؟ علشان ممكن الزيت استخداماته كتيره بزياده، وممكن ما حطيتش الاكياس اللي احنا بنحطها دي بتاعه البرسيل والاوكس والبريل، لان هم بصراحه بيودوا اي ريحه شوائب في الزيت، وبيخلي ليه ريحه جميله قوي، وبيخلي ليه نعومه جامده قوي، وبيخليه كمان ينظف لك المواعين بطريقه فظيعه وحلو قوي وممتاز. هنا بقى يا حبايبي اشتغلت الشغل كله ورجعت لكم بعد ما قلبت التقليب الجميل. بدأ لونه بيض معايا زي ما انتم شايفين، وبدأ ادى سمك تخين شويه. تمام كده، يعني كده بدأ مرحله التصبين.
اول ما يبدا مرحله التصبين معايا ما بسيبوش كتير في الطبق، بكون مجهزه جنب العلبه اللي انا هفضي فيها. العلبه اللي انت هتفضي فيها ما تكونش ألمونيا، علشان لو كانت ألمونيا والكيس سرب منه فيها هتبوظ منك، مش هتعرفي تستخدميها تاني. حتى لو ألمونيا أكدي ان الكيس اللي انت هتحطيه سليم 100%. كده انا بجيب الحاجه بتاعتي اللي هصب فيها الصابون بتاعنا. انا عندي العلبه بتاعه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بتاعه الشيبسي، طبعا ما بستخدمهاش، عندي قديمه يعني. هصب فيها الصابون بتاعي علشان تبقى الحته بتاعته ليها شكل جميل كده وعاليه. انت عايزه تجيبي العلبه السيليكون بتاعه الصابون هاتيها وحطي فيها، تبقى الحته صغننه على القد. عايزه تعملي فصاج زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت وتقطعي الحته صغننه، برضو ده انت وذوقك انت بقى في التقطيع. عندك علب بلاستيك مش محتاجاها وقطعتي فيها، رصيتي فيها يعني الصابون بتاعك، صبتيه زي كده لغايه ما يصبن فيها، برضو انت وحريتك. الحاجه اللي انت هتصبي فيها لو ألمونيا افرشي فيها كيس علشان ما تضريش حاجتك. هنزل بالاسباتيولا كل اللي عندي في الطبق، مش هخلي لان اللي هيفضل هيترمي خساره. لو عندك حوامل البوتاجاز بايظه بزياده خلي حبه في الطبق وادهنيها بيهم، بس البسي جواندي وانت بتدهنيهم علشان ايدك ما توجعكيش. 10 دقايق بالظبط هتلاقي حوامل البوتاجاز ممتازه بنفس اللي احنا عملناه دلوقتي ده. يعني خلي شويه في الطبق اللي انت علبتي فيه من الاول، وحطي حوامل البوتاجاز على حاجه مش هتنضر عندك، واشتغلي عليها، ادهنيها كلها بجواندي في ايدك كده، وادهنيها او فرشه بالمعجون اللي احنا عاملينه دلوقتي ده. 10 دقايق بالظبط واغسلي الحوامل هتلاقيها ما شاء الله تحفه. كده خلصت وسويت الكيس بتاعه ودقيته دقتين على الرخامه علشان لو في حاجه من تحت فقاقيع ولا حاجه تطلع مني او هوا، يعني معنى الكلام. كده خلاص هسيبه بقى للصبح ان شاء الله، وتصبحوا بألف خير وهنا يا رب، وارجع لكم تاني الصبح نقطع الصابون مع بعضين. هاخده بقى واحطه في المروحه واحنا نايمين، بس في مكان ما يكونش فيه اطفال علشان ريحه البطاس اللي فيه ما تضرش الاطفال اللي موجودين. تمام حلوين، هرجع لكم بقى الصبح ان شاء الله واحنا بنقطع مع بعضين. جينا حبايبي، تصبحوا بألف خير وهنا يا رب، نهاركم سعيد ان شاء الله، وصباحكم هادي ونادي وكله خير وهنا وسعاده يا رب. الصابون بتاعنا اتصبن في مقدار 5 ساعات او 6 ساعات، لان انا سهرت يعتبر لغايه الساعه 2 لغايه ما خلصت مصالحي وحاجتي. هنا بقى ما شاء الله كانت الساعه 7:30 الصبح. طبعا هو يعوز فتره اكتر من كده علشان ينشف كويس، بس انا حبيت اكمل لكم الفيديو ونزله لكم على طول، ما عوقوش عليكم. ما شاء الله الكميه بتاعتنا حلوه زي العسل، وما شاء الله لسه جديد ما نشفش ورغوته ممتازه. امال كمان لما ينشف بقى اهو يا حبايبي، الحاجه اللي انت هتصبي فيها هيجي الشكل اللي انت صبتيه فيها. هنبدا بقى نقطع الصابون بتاعنا بسكينه، وهنبدا المقدار اللي انت عايزاه قطعيه. عايزه تقطعي قطع صغننه على قدك، على قد مصلحتك قطعي، عايزه تقطعيها كبير قطعيها، ده انت وذوقك وحسب مصلحتك وحسب الكميات اللي انت بتدعكيها. بدل ما تقطعيها كبيره قوي وتفوش منك على الحوض، لا قطعيها كميه صغننه، ولما تحتاجي تاني هاتي تاني. من الوسط طبعا لسه ما بيضتش زي الحروف لانها كانت عايزه تنشف اكتر، ده كده بعد 5 ساعات بس من تصبين الصابون، يعني قعد 5 ساعات بس ونشف. بسم الله ما شاء الله، حاجه رهيبه وحاجه حلوه قوي ومقاديره مظبوطه 100%. المفروض احنا في الصيف كان ياخد وقت اكتر من كده بكتير، كان المفروض يقعد يوم سليم، لان احنا في الصيف ما بيصبنش على طول في الصيف زي الشتاء. في الشتاء ما شاء الله مش بياخد وقت خالص في عمايله، لان طبعا الجو ساقعه بيخليه يجف معاكي على طول. هنا هتقطعي المقدار اللي انت عايزه تقطعيه. اللي عندها اي سؤال اكتبولي في التعليقات وانا من عيني ليكي حاضر. قطعنا الكميه بتاعتنا، هوريها لكم بقى واحنا هي يعني شغلها معانا مظبوط ولا لا. هي طبعا عايزه تنشف اكتر من كده، كل ما هتحطيها هتنشف، تقعد معاكي اسبوع ولا حاجه. الكميه اللي انا عملتها التانية ما شاء الله يعني اللي ليه نصيب في حاجه خدها، كلهم شكروا فيها وكلهم قالوا ممتازه وحلوه قوي. يعني في ناس منهم هتبعت لي زيت اعمل لهم بنفس الطريقه اللي انا عملتها من كتر ما هي نفعت معاهم. هنا بقى يا حبيبي طبعا ده بعد 5 ساعات بس. حلو ان احنا مجهودنا كده وجميل وحلو زي العسل، ونهاركم نادي وحلو وكله خير ان شاء الله. هجيب لكم الطبق واجيب لكم اسفنجه كمان واوري لكم المواصفات بتاعتنا تمت تمام ولا لا، علشان محدش منكم يقول ان فيها غلطه. بسم الله ما شاء الله ما فيهاش عيب، الله اكبر، جميله وحلوه. ده لتر واحد بس عمل لنا كل الكميه دي، بسم الله ما شاء الله حلوين زي العسل.
حوالي 15 صابونة. الكمية بتاعتها حلوة، حجمها حلو مش وحشة ما شاء الله، تدعك كتير. قولوا لي رأيكم ايه في التعليقات، وانا تحت امركم. اللي عايز اي خدمة انا من عينيا ليكم حاضر. اسفل صوت الديك بقى عشان هو بيحب يشرفنا كده في كل فيديو. قولوا لي حبايبي ايه رايكم، وهشتغل لكم واوري لكم كمان الصابون، وهوريكم هو رغوته ما شاء الله، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله. حاجه كده جميله وحاجه فوق الوصف، وما خدش معانا اي حاجه خالص. يعني يعتبر بعمايله بتجهيزه بكل حاجه خد معانا وقته بتصبينه بكله، ما خدش 10 ساعات بالظبط. يعني ما خدش من الساعه 1 بالليل للساعه 8 الصبح، يعني هم 8 ساعات بسم الله ما شاء الله، ما كملش 10 ساعات في وصفته. الله اكبر، ناجح جدا. في ناس بتعمله بيقعد اسبوع قبل ما ينشف، ما تستعجليش عليه، بس اللي بيقعد معاها اسبوع ما صبنتوش كويس قبل ما تصبه في العلبه بتاعتها. لو خلته خد مرحله التصبين الاول ما هيقعدش معاها اسبوع، على ما يطلع عليها النهار هيشتغل معاها كويس زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، الصابونه لسه طريه وشغاله معانا وجميله. هحطهم بقى طبعا في المنور كده على جنب، في اي حاجه يصبحوا ناشفين، هيبقى جمال وحلوين قوي. هنشتغل بيهم باذن الله للمواعين شغل كويس، وهوري لكم ان شاء الله في بقيه الفيديوهات. قولوا لي بس ايه رايكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بدعوه حلوه منكم بصلاح الحال يا رب كده، وربنا يهدي لنا ولادنا احنا وانتوا يا رب، اللهم امين. اي واحده عندها اي سؤال انا من عيني ليكم حاضر، اسالي براحتك وانا تحت امرك في التعليقات. هنا حبايبي بقى ما تخزنيهوش في حاجه ألمونيا ولا حاجه ستانلس، في كرتونه كده وحطيه في منور او في البلكونه. لما ينشف براحته وقت ما تحتاجي منه الصابونه هتجيبيها وتشتغلي بيها في مواعينك، ما شاء الله بتخلي المواعين ممتازه. الله اكبر. اشوفكم بخير يا حبايبي، مع الف سلامه.